اكيد. قبل ما نتكلموا بطبيعه الحال على يعني الهدف اللي جاء في الدقيقه 91 وهذه الامور كلها، نتكلموا ايضا على كيفاش جيرا الناخب الوطني والمنتخب ككل، الاصوات الاضافيه وايضا ركلات الترجيح. كاين واحد النقطه اللي ربما ولا كيتكلم عليها الاغلبيه سواء المحللين والفنيين المغاربه ولا حتى العرب والافارقه وحتى العالميين، ولاو كيتكلموا على ان المنتخب المغربي ما بقاش ذاك المنتخب اللي كان هو اللي كيبحث وتيحلل اكثر وتيقلب على الخطه اللي كيلعب بها الفريق الاخر، وتيحاول ما امكن يلعب بالطريقه اللي غتوالم او اللي بامكانه انه يوقف بها المنتخب الاكثر الخصم. ما بقاتش هذه الامور هذه، ربما ولا العكس، ولا المنتخب الاخر ولا الخصوم هي اللي كتحاول تقرا المنتخب الوطني اكثر وعطاته وتعطيه ديك القيمه اللي ولا كيستحق بحكم المرتبه الان العالميه، تنتكلموا على السادس عالميا. اكيد السي عبد اللطيف، فالا كنتي تسمعني نقاط يعني عطي شي نعم. مقدمه فهاد التحليل الكبير. صحيح ان اللي تيفرض على المنتخبات الاخرى انها تنتبه كثير، لان تكون عندها دي مومون دو كريز اكثر من المنتخب الوطني، ان ديك اللحظات الخطر في جميع المباريات كانت عند الخصوم. وهذا راجع للتنوع اللي عندنا في اللاعبين، التنوع ديال الفلسفه ديال المدرب اللي تيبتكر لك افكار. لان المقوله ديال غوارديولا قال لك الا ما خاطرتيش هذيك هي المخاطره، معنى انك تخاطر. شفنا في وهبي في جميع المباريات انه خرج يلعب الكره، يعني خلى الخلف، يعني الخط الخلفي دائما احيانا في سباق السرعه، لانه تيامن بالاظهره ديالنا. عندنا من اجود الاظهره في العالم، دائما في ديك سباق السرعه لا طلعنا البلوك تيامن بها، بالرغم من ان عيسى شويه تنتحدثوا على البطء ديالو، ولكن صراحه ذكي في الديبلاسمون ديالو بخروج الكره شويه، يعني ماشي في هذاك المستوى ديال الزملاء ديالو، ولكن تيبقى مدافع كبير. دونك رجع للنقاط اللي ذكرتي، فنقاط مهمه. يعني حنا تنفرضوا الاسلوب، هذيك النوعيه اللاعبين تتخليك على انك تجرب جميع الحلول، يعني تمشي من اليمين من اليسار من العمق. دونك فاش تدير واحد الاختلاف في اللعب وتدير واحد المغامرات كبيره، فتتجر انك لي مومون دو كريتيك تكون اكثر على الخصم. وهذاك لو مومون دو كريز كما تنقولوا الا جات عند الخصوم في لحظات كثيره تتخليك تخطا. وبالتالي فالتنوع اللي عندنا في اللعب هو اللي تيخلي الخصوم على ان دائما في لحظات خطوره. خويا عبد اللطيف